عايز كل سنة تبص على نفسك تلاقي نفسك أعلى من اللي قبلها، وتوصل لكل أهدافك وأحلامك وطموحاتك. عايز تنجح وتوصل لأحسن حاجة. عايز تحس بالعزة والقوة والحرية وإنك مالك زمام أمور نفسك. الغي اللوم. والله زي ما سمعت، بطل تلوم. كلمة صغيرة وراها حكايات ودوائر مقفولة بنفضل نلف فيها ونخنق نفسنا من غير ما نحس. اللوم بيخليك تدمر نفسك وتوصل حرفيا للإحساس بالعجز والذل والكبت وكتم الحرية والحبس. أصلك هتحس بالعزة والقوة ازاي وانت حد تاني مسيطر على حياتك؟ انت مجرد لعبة في ايد حد تاني. الشخص اللي بيرمي اللوم على غيره لما بيفشل في علاقة بيقول هي ما قدرتنيش او هو ما قدرنيش. لما يسقط الدكتور كان متحيز، لما يتأخر عن الشغل الزحمة كانت فظيعة. بس عمرك فكرت انك ممكن تكون السبب؟ يمكن ما اجتهدتش كفاية او ما بذلتش مجهود كفاية. يمكن ربنا عارف انك عندك كنز في الحتة دي، الكنز اللي هيغير حياتك في الفشل ده. ربنا عايزك تعلى في الحتة دي وتكتسب مهارات وقدرات، ده كمان تنفع الناس في الحتة دي بالتحديد، وتبقى القيمة بتاعتك اللي بتقدم بيها نفع للناس، وانت مش بتتحسن ومش بتبذل مجهود فيها ومش منتبه اساسا للموضوع. وربنا عايزك تنتبه وتعلى وتفيد كمان الناس فيحصل الفشل. في ناس كتير مش هترتاح لكلامي ده، لان القاء اللوم اسهل بكتير من انك تواجه نفسك بالحقيقة. اللوم بيريحنا مؤقتا، بيخلينا نحس اننا مش مذنبين، ان الحياة هي اللي ظلمتنا. بس المشكلة انك وانت بتلوم بتسلم زمام حياتك لغيرك. يعني لما بتقول انا مش مسؤول واللي حصل مش ليا يد فيه، ده اكتر حاجة ممكن تعطلك. لكن العكس زمان بيحصل لما تقول انا المسؤول، حتى لو مش عارف الغلطة اللي انت عملتها، وقتها بس بتمتلك اول مفتاح للتغيير. وما تنساش ان الدعاء اللي خرج سيدنا يونس من بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وده اقرار انه كان السبب. اول ما بتقرر انك السبب، العقل اللاواعي والكون كله وجنود الله كل دول بيشتغلوا معاك عشان يلاقوا حل ليك.